وهذا الصمون العراقي دقائق بالفرن وراح يجهز عندكم. يلا احفظوا الفيديو وتابعوني وتعالوا نشوف الوصفة. بسم الله نبدأ. جيبوا أي كوب عندكم بالبيت وتعالوا نقيس بيه كل المكونات. واستعملت هنا كوبين من المي الدافي وملعقتين طعام من الخميرة وملعقة طعام من السكر. ولأن خميرتي مو فعالة حطيت قطرات من الخل الأبيض. غطيتهم 10 دقائق، بعدين ضفت لهم 5 كوب من الطحين وملعقة طعام من الملح، واختياري ضيفوا ملعقتين من الزيت. سبق أن نشرت ستوري إنه خميرتي مو فعالة، فبدل ما أشمرها بديت أضيف لها قطرات من الخل الأبيض حتى تتفاعل. المهم العجينة خمرتها نص ساعة تقريبا وسويتها كرات. حجم الكرة 80 غرام. إذا عندكم ميزان، ودائما أوصيكم بالميزان تشتروا أفضل. المهم بعد ما سويتها كرات غطيتها. إذا مطبخكم حار مباشرة اشتغلوا بيها. افتحوها دائرة وخلوا بيها سمك شوية. بعدها خلوها على قطعة قماش وغطوها نص ساعة. بهالأثناء أنا مشغلة الفرن على أعلى درجة، النار بس من فوق أو من الجهتين، وثبته بالرف الوسط. ولازم صينية الفرن والفرن يكونون ساخنين حتى ينفش عندكم الصمون ويطلع يجنن بهاي الصورة. ما أسولف لكم على ريحة البيت، والصمون طلع يجنن. فرزوه استعملوه بأي وقت. احفظوا الفيديو وجربوه، وألف عافية. أحبكم. باي باي.